مساكم الله بالخير جميعا. طبعا لله الحمد، يا رب لك الحمد والشكر. الفضل لله أولا، ثم أصحاب الحق وأصحاب ولي الدم سلطان على قولتهم، اليوم بيت الحجيلي الله يكتب أجرهم دنيا وآخرة. مهما كانت طريقة القتل، مهما طالت، مهما قصرت، مهما صار، فهم أصحاب حق. ولي الدم سلطان على حقه، ما حد يقدر يلومه في شيء. أنتم عارفين إيش اللي صار خلال سنوات، ولكن يا ربي لك الحمد والشكر إن الله تممها على هذا الموقف العظيم. أنا بعطيكم القصة كيف حصلت. طبعا تم تحديد الموعد يوم الخميس، موعد الإعدام، وكتبوا لمحمد ورقة خلوه يكتب لهم النيابة ويكتب وصيته، وخلاص يوم الخميس ساعة الإعدام. يوم جاء الخميس أنا وصلني الخبر، وصلنا السجن. طبعا قد شفت الوساطات من سابقا، مشايخ، من ناس، من أعيان، من كبار، من مسؤولين، من ملايين ضخت يبغى حقه ولا حقه. قال نزلوه الساحة، وأنا بيني وبين الله سبحانه. تخيلوا انهم نزلوه يوم دخلوا السجن. قبل ما يستدعوا محمد طاهر، ابو المرحوم اللي هو العم احمد الحجيلي داخل وجاه المحافظ وطرح جاهه وحب راسه ونزل بين يديه، قال له حقي ولا حقي. الشيخ عبد الحميد، الشيخ ضيف الله رسام مسؤول الصلح القبلي، طرحوا ودقوا له بالملايين، قالوا اطلب مبلغ ما اللي تشتيه احنا مستعدين. قال مشتي الله حقي. خرجوا قدهم مكبودين موجوعين، يعني المشايخ كلهم حاولوا بشتى الطرق، ما فيه، ما يشتي الله حقه. جابوا محمد طاهر ونزلوه الساحة وخلوه يصلي له ركعتين. لو تشوفوا كيف كان يصلي والنافض كذا، خلاص إعدام، كان مأمل بعفو. ويوم شاف المشايخ والناس كلها، المهم أنهم نزلوه ومددوه على بطنه. تخيلوا وجي ذاك العشماوي حقهم يعس على ظهره كذا، يحدد مكان القلب على أساس يحطوا الدايرة. حطوا الدايرة، لا إله إلا الله. موقف أقسم بالله أنه يا جماعة ايش أقول لكم موجع. الناس خلاص على قلوبهم، يعني خلاص كل منتظرين الساحة. قرأوا الحكم اللي هو حق نيابة يريم، نطقوا الحكم بالإعدام رميا بالرصاص. كل الحاضرين اقسم بالله لو تشوفوا ايش يعني موقف، يا خلاص محمد طاهر خرج عن ما عاد بغير احساس. يوم نطق الحكم قال له حق النيابه، قال خلاص الحين الحكم بيدك بيد الله سبحانه، ان شئت عفيت ان شئت قصوها. الرجال العشماوي رفع البندق حقه على اساس خلاص يطرحه في ظهر محمد. بعدين اثنين من عياله اللي هو فهد كبير وما ادري من الثاني، ارتموا عند رجيل ابوهم يطلبوه بانه يعفي لمحمد. بعد ما انتذحوا عند رجيله، الرجال ما قصر، عفى لوجه الله سبحانه وتعالى. شعور لا يوصف، فرحة عمت الجميع. رفض المبالغ كلها والملايين اللي جاته والمشايخ والمفاتيح السيارات، وعفى لوجه الله. الله يكتب أجره دنيا وآخرة. محمد لو شفتوا صوره بعد ما نطق العفو، فرحة غير فرحة، مع خلاص شاف الموت. هذه نصيحة للي بيقتلوا ولا اللي يتهور ولا يخرج عن الطور يروح يرمي ولا يروح، هذه نهايتها في الأخير بيد ولي الدم. فنصيحة لوجه الله، لا قدر الله صار موقف، لا تشارعوا يا أخي، سلم ولي الدم، سلم ولي الدم. إذا جاك إذا شافك جيت أنت سلمت له وجايك وجيته خاضع قتلت بالخطأ أو بغير خطأ أو شيء، بيحن قلبه. لكن لما جيت تقتل وتشارع في المحكمة وتوجعه، يعني يفقد واحد من أعز عياله وأقاربه، وعادك تشارعه في المحكمة ولا تشارعه في عند الناس كلهم. نصيحة لوجه الله، في الأخير بعد 27 سنة في يد من؟ في يد ولي الدم. كانت رحمته بيد الله ثم ولي الدم، وقد الحكم خلاص قد البندق عليه. فانتهوا، والله يكتب أجرهم مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. والمشاكل